السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل معاكم المنين او القراقيش بالعجوه وساده وملبن. انا معايا هنا كيلو دقيق منخول، ومعايا هنا سمسم 3 معالق سمسم، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره ريحه الكحك اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش، ونص معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وهنا معلقه ونص خميره ومعلقه سكر عشان تتفاعل معاها. ومعايا هنا كوبايتين، واحدة زيت واحدة سمنة، واحدة زيت وواحدة سمنة. أنا مسخناهم بس كده، مسيحة السمنة بس في الزيت مش قدحاها بالكوباية دي. ومعايا كوباية مية دافية للخميرة. أول حاجة هعملها هحط المقادير ديت اللي هو السمسم والسكر وذرة الملح والبيكنج باودر وريحة الكحك عليها كده، وهقلبهم الأول مع بعض كده. وبعد كده احط عليها الزيت والسمنه، هي كوبايه زيت وكوبايه سمنه بس. هحطها عليهم كده بسم الله. يا دوبك بس هي دافيه، سيحت فيها ايه السمنه بس، وهبسهم مع بعض كويس قوي زي الكحك. وهنا بسم الله ادي الخميره اهي، احط عليها كوبايه ميه دافيه وهسيبهم يتفاعلوا مع بعض. هقلبهم بس عقبال ما ايه ابس الدقيق والسمن والزيت مع بعض والسمسم والمقادير كلها. هسيبهم كده مع بعض اهي. انا هقلبهم بقى وابصهم على طول. اول ما يتشرب الدقيق هقعد ابصهم لغايه ما يبقوا ايه مبلوله زي الرمل المبلول كده. الدقيق ده ما بيبقاش باين. هبصها وارجع لكم. انا بسيت اهوت الدقيق مع الزيت والسمنه اهو، بقى عجين اهو. وعندي هنا الخميره اهي فارت. بسم الله هحطها عليه وهلم العجين مع بعض، مش هدعك، هلمه بس مجرد لم. انا نسيت اقول لكم ان انا معايا هنا العجوه ومعايا الملبن اللي انا هحطهم فين في المنين ده اللي بالعجوه. هدعكها برضو بمعلقه سمنه، هي طريه، هدعكها بمعلقه سمنه وشويه سمسم صغيرين، وهدعك الملبن وبعدين نشوف هنعملهم ازاي. هلم بقى العجينه ديت بالخميره والميه وبعدين هوريها لكم. انا اهو لميتها لقيتها ناشفه قوي، فحطيت لها نص كوبايه ميه دافيه حبه حبه لغايه ما طريت معايا كده. بصوا هي بتتقطع اهي، ما فيهاش عرق ولا اي حاجه. هغطيها بقى واركنها عقبال ما احضر بقيه الحاجه. بصوا اهي بقت طريه وحلوه اهي. انا هنا دعكت العجوه، حطيت معلقتين سمنه عشان السمنه سايحه، حطيت معلقتين سمنه وحطيت معلقه كبيره سمسم ودعكتهم على البارد كده مع بعض. وعندي الملبن هنا هو طري قوي، بصوا طري قوي، فمش محتاج ان انا ادعكه. يعني انا ممكن اكورها او مثلا اقطعها كده واحطها طري جدا، مش محتاج. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. انا هنا برمت حته عجينه كده، دي اللي هعملها قراقيش، وارجع ابططها كده وابتدي اقطعها. عايزاها كبيره عايزاها صغيره زي ما انت عايزه، وما تخليش سمكها كبير عشان خاطر هي بتخمر. ابتدي اقطعها بقى كده صوابع كده، وارصصها بصينيه. الصينيه انا مسحها بمنديل شويه زيت صغيرين ملمعاها يعني، وابتدي ايه ارصص فيها القراقيش دي واغطيها واسيبها لغايه اما ايه تخمر. اول ما اخلص بقيه الحاجه اروح حطاها في الفرن بالشكل ده. سمكها بصوا مش كبير.
اما بتخمر بقى بتعلى شويه كمان. هكمل وراهم لكم. انا عملت صينيه اهي، ولازم تخليها بعيد عن بعضها شويه عشان لما تخمر متلزقش في بعض. هغطيها بقى واركنها لما اعمل صينيه كمان، وبعدين اخش على العجوه والملبن. معلش انا مش عارفه امسك واصور عشان انا بعمل بايد واحده، فمش هينفع ان انا افرد واعمل ماسكه التليفون بالايد التانية، فاللي هعمله هوريه لكم في نفس اللحظه. انا هنا خدت حته عجينه حطيتها على كيس، وحطيت عليها كيس وفردتها بالشكل ده كده، والسمك بتاعها مش كبير قوي. بصوا عشان لما احط فيها العجوه ما تبقاش عجينه كبيره، وعشان تستوي بسهوله. هعمل نفس الحكايه مع العجوه، هحطها برضو بين الكيسين وهفردها، وبعدين هعملهم على بعض. انا فردت كمان العجوه اهي نفس الشيء على كيس عشان تبقى تسهل معايا. هحط بقى العجوه على العجينه وابتدي الفها رول. انا هنا حطيت العجوه على العجينه، وبرضو مشيت عليها كده من فوق عشان يثبتوا لبعض اهي بالمنظر اللي انتوا شايفينه. هقطع لو في زياده، لو في عجوه زياده هشيلها، وبعدين هبتدي ان انا الف بالكيس، يعني هلف بالكيس كده واحده واحده، والزيادات في العجوه او في العجين هشيل. انا هنا عملت رول وقطعته حلقه كده بالشكل ده، شكله جميل ازاي. هقطع كله بالمنظر ده، بس هعمل حاجه بقى ان انا همسكه من هنا كده واغطسه كده، حرفه كده في اللبن وبعدين في السمسم، يطلع بالشكل الجميل ده. وهحطه هنا في الصينيه، والصينيه برضو ممسوحه بمنديل كده زيت، واخليه برضو على مسافات عشان خاطر بيزيد مع التخمير. هكمل هعمل لكم واحده تانية اهي، هنمسكها كده اهو. هي سهله والله، الحاجه سهله ما فيها اي حاجه اهي بالمنظر ده، واخليه كده اهو بالشكل ده بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هكمل انا بقى واوريها لكم في الاخر، وهقطع الرول ده معايا برضو نفس الحكايه كده. انا خلصت اول الصينيه اهي، اول صينيه عملتها بالعجوه، هعمل التانية بقى بالملبن اهي. شكلها حلو ازاي؟ سيبوا مسافات بينها كده عشان لما تزيد شويه. هعمل بقى اللي بالملبن. هنا انا فردت العجينه، عملتها رول، فردتها بايديا كده زي ما بعمل المنين القرايش، ومسكت الملبن فربته بين ايديا كده اهو، هو طري جدا، وفردته كده. وهبتدي الف بقى كده، الف الرول تاني على الملبن. وطبعا مش عارفه اعمله انا كده، لازم بايديا الاتنين. هلفه وفي الاخر ارصصه واوريه لكم. هعمله زي اللي ابو عجوه بالظبط. انا هنا قطعته اهو اهو، برضو هعمله باللبن بالسمسم كده برضو، وهرصصه في الصينيه زي ابو عجوه بالظبط اهو. امسكه كده واحطه هنا بالشكل ده كده اهو. هخلصه كله بقى واوريلكوا الصينيه في الاخر. انا كده خلصت كيلو دقيق ما شاء الله، مطلع برضو كميه كويسه. انا عندي هنا دي قراقيش ساده، ودهنت الوش بتاعها باللبن والسمسم. ودي الصواني الاولانيه عملتها بالسخ مرت وعليت ازاي، شايفين اهي. دول الاتنين الاولانيين خالص اللي هما الساده، هدهن وشهم بس باللبن، وهدخلهم الفرن، فرن سخن بس درجته يعني 180، مش عالي قوي يعني، خليه وسط. يعني انت لو عندك حامي خليه وسط. وادي ده كمان بالعجوه اهو، شكله جميل ازاي اهو. وده بالملبن، ده بالملبن. هحط بقى الصواني الاولانيه دي بس هدهنها الاول باللبن اهو. هدهنه بس على خفيف كده، يعني مش هدوس عليه جامد عشان ما هبطهوش تاني. بسم الله، المنظر ده لبن بس بالشكل ده. هدهنه كله بقى وهحطه في الفرن، ولازم الفرن يبقى سخن
لازم الفرن اهو يبقى سخن. بعدين هو لما بيخش الفرن بيختمر زيادة مع حرارة الفرن، بتلاقيه زاد تاني. وبالهنا والشفا. لما اخلص اوريكم الحاجة. انا حطيت الصواني اهي. انا عندي هنا اهو هعملها على 165 اهي، عشان عندنا هنا يعني 165 170، وهقفل عليها بقى لغاية ما تستوي. انا مشغلة المروحة. انا هنا طلعت الصواني اهي، القرايش دي طلعت وهديت اهي. بسم الله. بصوا بصوا حلو. ودي برضو القرايش الصينية الصغيرة اهي، سخنة سخنة لسه طالعة. وادي الملبن، بصوا برضو حلو جميل ازاي. وادي اللي بالعجوة اهو، شوفوا جميل وشكله جميل. ايه رأيكم؟ بالهنا والشفا اهو. ده كده بالعجوة السخن كله لسه طالع سخن، وهسيبه لما يبرد خالص، وبعدين احطه بحاجة بأكياس بلاستيك كده واغطيه اهو. العيش بس كمية طلعت الاول، فهي اللي ايه يعني باردة شوية اهي. وبصوا يعني بص خمرانة وجميلة وهشة هشة خالص، يعني حلوة قوي. جربوها. بصوا بصوا بالهنا والشفا.